ناس كتير بتشتكي إن البسبوسة بتنشف منها أو بتمتص كده الشراب وتبقى ناشفة جدا معاكي، وللأسف بتبوظ ونضطر إن احنا نرميها. فيديو النهاردة هنقول وداعا للبسبوسة الناشفة. طب احنا هنعمل ايه مع بعض؟ أنا شفت فيديوهات كتير على اليوتيوب، بس بصراحة ما عجبتنيش خالص ومنصحش أي حد يجربها. زي ايه؟ زي الناس اللي بيروحوا جايبين البسبوسة ويقعدوا يفتفتوها أو يهروها تاني، أو يحطوها في الكبة ويفرموها، وبعد كده يضيفوا عليها كوباية إلا ربع من السمنة، ويضيفوا عليها كوباية سكر، ويضيفوا عليها بيكنج باودر، ويعجنوها كأنهم بيعملوا بسبوسة من أول وجديد. بصراحة يعني أيا كانت النتيجة، حتى لو هتطلع زي ما هي يعني بيعرضوها بالظبط في الصورة، أنا عمري ما هفكر أجربها. طب ليه؟ أولا لأنها ضفت فيها كل المكونات تاني، فمن ناحية مش اقتصادية خالص، وكمان دسمة جدا جدا، يعني غير صحية. واحنا أهم حاجة في الأكلات اللي بنعملها إن هي تكون صحية. طب الفكرة بتاعتنا إيه النهاردة؟ الفكرة بتاعتنا النهاردة سهلة واقتصادية وبسيطة جدا، ومش محتاجة بقى شغل كتير خالص. انا حبيت ان انا اجرب معاكم كده طريقة شفتها وقلت اجربها، بس هجربها معاكم. بصراحة ما جربتهاش على الصينية كلها. طب ايه ده؟ انتي يعني البسبوسة بتاعتك فشلت منك؟ هقول لكم لا، بصراحة انا البسبوسة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده بتطلع الحمد لله ممتازة جدا. والطرق بتاعتها انا عاملاها معاكم كلها على القناة، وكلها ناجحة من الالف للياء، وبعملها بدقيق السميد. طيب الفيديو ده او البسبوسه دي ايه دنيتها بالظبط، او فيها ايه بالظبط؟ هقولك البسبوسه دي احنا واكلينها اهو بالهنا والشفا، لكن سايبه منها كام قطعه حطيتهم عندي في التلاجة ونسيتهم فتره طويله فنشفوا. فحبيت ان انا اجرب معاكم التجربه دي فيهم كده، علشان نشوف هتنجح ولا لا، ونوفر على ناس كتير الكلام اللي هم بيشوفوه او بيسمعوه، وكمان ما نرميش الحاجه اللي تبوظ مننا. حرام، الحاجة كلها متكلفة. انا بقى عملت ايه؟ حبيت ان انا كده ابعد عن التجارب اللي قايلينها كلها، اللي بصراحة ما فيهاش اي حاجة لا من الصحة ولا من التوفير. يعني انا شايفة ان هم كانوا يعملوا صينية بسبوسة من اول وجديد احلى بكتير. طيب احنا هنعمل ايه بقى النهاردة؟ انا هجرب معاكم طريقة بمكون واحد بس، سهل وبسيط، وطبعا موجود عندنا في كل بيت ومش مكلف خالص. هجرب معاكم الحليب، بس انا طبعا بجرب معاكم، فهجرب معاكم في قطعة واحدة بس، لان انا البسبوسة بتاعتي الحمد لله حلوة وجميلة وتتاكل اكل. فكده هاخد قطعة واحدة بس كده اهو، وهبدأ ان انا اجرب فيها. والله طلعت حلوة ونجحت معايا. هنحط على الصينية كلها علشان نطريها شوية بما انها بقالها فترة في التلاجة. جبت كده قطعة البسبوسة بتاعتي وحطيت لبن يغلي على البوتاجاز. اهم خطوة عندي اللبن اللي انا هستخدمه يكون مغلي. انت هتستخدمي لبن؟ ايوه هستخدم لبن، بس لازم يكون بيغلي، يعني وصل لدرجة الغليان، مش سخن لا بيغلي. هغلي اللبن بتاعي. انا طبعا هحط على قطعة واحدة بس كده دلوقتي اجرب فيها. فهبدأ ان انا اغلي حوالي 3 معالق الى 4 معالق من اللبن كده كبار. هبدأ اغليهم كويس جدا على النار. لو البسبوسة بتاعتي انا مش مسكرة، يعني سكرها شوية، هضيف للبن سكر او هحليه بالسكر. لو البسبوسة بتاعتي السكر بتاعها مظبوط وانا مش عايزة اسكره عن كده، خلاص هستخدم اللبن سادة من غير اي سكر. ودي حاجة ترجع لك انتي او تركة خاصة بيكي انتي. خلاص كده اللبن دلوقتي بيغلي عندي على البوتاجاز. هجيب كوباية اهو زي ما احنا شايفين، وهحط فيها شوية لبن مش كتير، وحطيت عليهم كده معلقتين من السكر، لان انا اصلا ما بحبش الحاجة مسكرة، فالبسبوسة بتاعتي ما كانتش مسكرة قوي ولا حاجة يعني. فهبدأ ان انا اسمي الله وانزل باللبن. شايفين اللبن بتاعه اهو البخار طالع منه، يعني كان بيغلي. انا حطيت بس 3 معالق كده كبار، مش اكتر من كده، يدوب على قد القطعة اللي موجودة في الطبق بتاعي. هدوب السكر كويس جدا، ولازم اللبن يكون سخن، وبنبه عليها اكتر من مرة. وهسمي الله وهنزل بالحليب بتاعي على القطعة. بس اهم حاجة البسبوسة بتاعتي ما تكونش متلجة جامد،
يعني ما تكونش ساقعة قوي او في الجو البرد. يعني عشان تنجح معايا اعمل ايه؟ لازم ان انا لو بعمل حاجة في الفرن او في المطبخ، يعني اطلعها في المطبخ كده او على الرخامة، او ان انا لو الفرن عندي كنت بسوي فيه حاجة والفرن لسه سخن، هطفي الفرن واحط البسبوسة فيه، يعني تكون دافية كده. وممكن كمان ادفيها كده على عين البوتاجاز، مفيش مشكلة خالص، طب هي دافية واللبن سخن كده، صدقوني هتشرب الحليب كله. هنا انا حطيتها على طول اهو، شربت الحليب معايا. اهم بقى خطوة وتاني خطوة مهمة جدا لنجاح الطريقة دي معاكي، ان احنا هنغطي عليها. يعني بعد ما حطيت اللبن كده هجيب غطا او هجيب طبق تاني او بولة تانية وهغطيها كويس جدا جدا. طب ليه بقى انا بغطيها؟ هغطيها كويس جدا علشان طبعا تطرى معايا وما تنشفش. اهو هسيبها قد ايه؟ هسيبها لمدة 5 دقايق بس كده، مش اكتر. وبعد كده نرجع مع بعضينا نشوف ايه الحكاية، ويا رب التجربة بتاعتنا تنجح. انا بجربها معاكم اول مرة اعملها. رجعنا تاني اهو، هنشيل بقى كده الطبق بتاعنا بسم الله ونشوف ايه اخبار البسبوسة. البداية الحمد لله مبشرة، البسبوسة بتاعتنا شربت الحليب كله. طيب تمام، دي حاجة مفرحة بصراحة. اتبسطت لما شفت كده وشكلها حلو ومش باين عليها كده ان هي مسقية باللبن ولا حاجة. تاني حاجة لا، طريت معايا وجميلة اهي، لا حلوة جدا، وكمان طعمها حلو، يعني اللبن ما غيرش فيها ولا اي حاجة خالص. لا بصراحة يا جماعة التجربة عجبتني جدا، خاصة لو حاجة انت هتعمليها وفي الاخر هترميها. طب ليه؟ ما انا اعمل الطريقة دي سهلة، وكمان اللبن مغذي مفيش منه ضرر او اي حاجة خالص. لا حلوة جدا. فبصراحة لما لقيت طعمها حلو عجبتني وطرتها وما اثرتش عليها خالص، فكملت كده حطيت اللبن يغلي تاني وكملت القطعتين اللي باقيين في الصينية وسقيتهم بالحليب. عجبوا الولاد جدا جدا والطريقة عجبتني، وقلت لازم اقولها لكم او لازم اوصلكم الفكرة دي، لان كتير جدا بيفشل معاه البسبوسة. اتمنى الفيديو بقى يكون عجبكم، وما تنسوش كده اللي جرب الطريقة دي يقول لي عليها في الكومنتات، واللي عنده طريقة تاني يقولها في الكومنتات، وشيروها عشان الكل يستفيد. دمتم في حفظ الله.